أول من شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية هو الله. أول من شهد لنفسه بالوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مدح نفسه بالقرآن فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جاء في الحديث وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا هذه الآية، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وكأنه يفصل هذه الآية كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. مدح نفسه بالقرآن وعرف نفسه فقال: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الله أحد في ربوبيته، الله أحد في ألوهيته. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي يصمد إليه كل شيء، يرجع إليه، يلجأ إليه سبحانه وتعالى، يصمد كل من في الكون له. الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يكن له صاحبة، لم يكن له صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء في ألوهيته، ليس كمثله شيء في ربوبيته، سبحانه تقدست أسماؤه. فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل هذه الأسماء الله العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس، كل هذه الأسماء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كلها تنسب إلى الله لفظ الجلالة، كل هذه الأسماء تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. ألا يستحق أن نذكره، أن نشكره، أن نرفع أيدينا إليه، أن نتضرع إليه؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من ذا الذي أنجاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى مشى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك إنه الله. ذلكم الله ربكم يدبر الأمر من السماء يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. ألا يستحق الشكر سبحانه؟ هو أحق من ذكر، أحق من عبد، أحق من شكر، أجود من سئل، أوسع من أعطى. لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، حال دون النفوس. القلوب له مفضية، السر عنده علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يعظمون الله في السر والعلن. إذا أردت أن تعظم الله سبحانه وتعالى فعليك بكتاب الله،
مدح نفسه بنفسه، وعظم نفسه بنفسه، وعرف عن نفسه بنفسه. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمون الله في السر والعلن. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.